النقطة الثانية التي جعلت من الإمام الحسين والثورة المباركة خالدة إلى يومنا هذا، وهو سمو الأهداف التي خرج من أجلها الإمام الحسين سلام الله عليه. الإمام الحسين على ماذا خرج؟ خرج لطلب الإصلاح. لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله، أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير على ما سار عليه أبي وجدي. إذن أهداف الإمام الحسين سلام الله عليه أهداف جدا عالية، أشار لها في كثير من المواطن. وفي موطن قال: ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه؟ فالإمام الحسين سلام الله عليه خرج من أجل إحياء الأمة التي انحرفت عقائديا، فكريا، أخلاقيا، ثقافيا. الإمام الحسين خرج من أجل إحياء الأمة من خلال الشعارات التي رفعها. لذلك الإمام الصادق يقول: بذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. وأي إحياء وأي بذل بذله الإمام الحسين، كما يقول الأدباء: والجود بالنفس أقصى غاية الجود. الإمام الحسين أعطى كل ما عنده، أعطى هذه النفس العزيزة، أعطاها في سبيل الدين، أعطى أصحابه، أعطى أطفاله، أعطى أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بجده رسول الله علي الأكبر. أعطى خدر زينب لإحياء الدين. هذه زينب التي يقول المازني: لم أرى خيال لزينب. يقول المازني: جاورت أمير المؤمنين ما يقارب 25 سنة فلم أرى خيال لزينب. شوف، الإمام الحسين أعطى خدر زينب من أجل الدين، من أجل المبادئ، من أجل القيم، من أجل إحياء هذه الأمة، فبقيت ثورته خالدة. هذا